السلام عليكم وعلى كل اللي بيشوفونا، واهلا بيكم في مطبخ ساسي. ان شاء الله النهارده هنعمل الحمام المحشي بالرز ني في ني على طريقه تيتا الله يرحمها، وماما هي اللي علمتها لي ربنا يديها الصحه. تعالوا نشوف مع بعض الطريقه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمام معانا النهارده 4 حمامات، عليهم 4 كوبايات رز. انا حابه اعمل رز زياده علشان خاطر بحب يبقى فيه رز ازيد من اللي هياخده الحمام. بناكله جنب الحمام وممكن تفرشيه تحت الحمام. بالنسبه للبصل معانا بصلتين كبار دول للحمام. البصلايه دي صغيره هنحطها في الشوربه اللي هنسلق فيها الحمام. دي الكبد والقلوب بتاعه الحمام تقطعيها صغير جدا علشان هنحطها في الحشو. القوانص مش هنقطعها لان هنقفل بيها الحمام بعد ما نحشيه. افرضي مثلا الست اللي نظفت لك الحمام قطعتها زي ما حصل كده، هنعمل ايه؟ ما هي لو سيبناها كده الرز هتتفتح وهي بتستوي على النار. يا تعالى يا نجيب فتله بس تكون ارفع ابره عندك، وتحطي فيها تحطي فيها فتله وتقفليها كويس من تحت وتبقى مجوز وتكون مبلوله. تمام. هدخل لها من هنا. بسم الله. تبقى على صبعك كده هي. بسم الله. انا بحب جدا الخياطه على الايد، انا شاطره فيها جدا. بسم الله. بس بالراحه، ناخدها غرزتين كده. الله يرحمه. والله بيصعب عليا الحمام. بسم الله. بس خلاص. ايه، نعمل لها عقده هنا. قطعت البصلتين الكبار، كتكتهم يعني قطع صغيره. هضيف الملح، فلفل اسود، بهارات لحمه بتاع يعني معلقه صغيره الا شويه كده، نعناع جاف قد حبه زي اللي في ايدي دول كده نفركيهم، ولازم تفركيهم مع بعض علشان طعم البصل وريحه التوابل تطلع. كل حماميه بتاخد لها قد كده يا جماعه رز، قد ملو ايدك كده كده اهو رز اهو. دي حماميه. والرز الباقي ده بقى ايه، هنعمل له بصل تاني ونسويه لوحده، وهنعمل له برده نفس التوابل. قلبه على بعض. يا جماعه لازم رز مصري، تمام، لان الحمام لازم رز المصري البلدي بتاعنا. الرز يكون منقوع قبلها بفتره. هنضيف لهم القوانص والقلوب اللي احنا قطعناها. عليهم كمان معلقتين كبار من السمنه البلدي مسيحاها. علشان نحشي الصدر لازم نفتح من هنا. شايفين الجزء ده لازم يتفتح، اللي هي الحته الحمراء ده اهي. تمسكي كده تحط صبعك جواها اهي اتفتحت اهي. افتحيها بالراحه لحد الاخر اهي. هنبتدي نحشي. طبعا قبل ما تحشيها لازم تنزلي لو فيها اي ميه تنزليها. بسم الله اهي كده اهو، وتدخلي وتمليها على قد ايه ما تقدري. الحمام يا جماعه تخلي بالك منه، زيه زي الممبار، تحشيه بالراحه عشان بيبقى جلده رقيق. وتزقي كده اهو بصبعك كده عشان ينزل عند الايه، عند الرقبه اهو. ما تملهوش قوي ويبقى منفوخ، لانه لو عملتي كده تيجي تسويه يفرقع منك. تمام. لو فرقع يبقى انت مدياله رز زياده، لان الرز ده لسه هيتسلق وهيكبر حجمه ويستوي، فهيتمدد. لو اتمدد وملوش مش لاقي مكان يتمدد فيه هيفرقع لك الجلد اهو.
ونخلي الرز يبقى هنا كده اهو من تحت اهو كمان اهو. ونيجي في النص كده نشوف. هو اصلا دخلها شويه خلاص دخلها حبه حلوين يبقوا جوه كده، والمكان ده يبقى نضيف اهو. ونحط القناصايه نسد بيها اهو زي ما احنا شايفين كده. بس ايه، نشيل الرز ده. نكسر دي شويه كده اهي. اوبس اتقطمت مني. نشيل اي رز كده من هنا. لان الرز ده لو سبتيه هيستوي في الشوربه وهيبقى هيبوظ الشوربه، وفي نفس الوقت هتفقدي الرز اللي انت بتحشي بيه، تخسري جزء منه، فلازم تنضفي. انا بصور فين وبعدين نحط دي ورا، نحط الجناح ورا ظهرها كده. لها مبططه كده زي ما احنا شايفين اهي، مبطبوطه على السول. خلاص خلصناها كده. حطيت على النار حله فيها ميه، بس تكون حله كبيره، ميه ما تكونش كتير. شوفي لحد هنا اهي، علشان خاطر الشوربه تبقى مركزه، تبقى طعمها حلو، ما تبقاش كده اي كلام. انا ضفت شويه ملح حالا بس الكاميرا مقفوله، هزود شويه صغننين كمان. فلفل اسود، بهارات لحمه، والبصلايه الصغيره بس نديها ايه شقتين كده، وحبهان. يعني حطي 4 فصوص حبهان كده بس، اطلعي اللي فيهم، بحب اطلع اللي فيهم، ما احطهمش بحب. الميه سخنت، بسم الله. هننزله بالراحه بس تنزليها تبقى مرتاحه تمام. هغطيها واسيبها تاخد اول غلوه تغلي، بس اول غلوه ما تسيبوهوش كتير عشان خاطر ما يفرقعش. ويا جماعه ما ينفعش تعملي الحمام في الحله البريستو اللي هي حله الضغط ابدا، يفرقعهولك تمام. لازم على الطريقه العاديه. اغطيها واسيبها لما تاخد اول غلوه. هنعمل الرز اللي فايض معانا لوحده اهو. معلقه كبيره سمنه بلدي. انا زودت له بصلايه صغيره كمان الرز ده، وتوابل اللي احنا حطيناها زودت له تاني، وشويه نعناع عليهم كمان اهو. ناخده تشويحه شويه كده في السمنه. دي في الميه، ميه سخنه بتغلي زي ما بتعملي الرز العادي. هغطيه واول ما يغلي ههدي عليه النار لتحت. ابتدى يغلي اهو، هنهدي النار عليه لتحت اهي، لتحت. هو بياخد له حوالي ساعه الا ربع تسويه، زيه زي الممبار وزيه زي الرز. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمام استوى. على فكره يا جماعه انا حطيت ورق لورا علشان انا ما لقيتش الحته دي متصوره، حطيت 3 ورق لورا اهو، اللي هو ورق الغار، وهقول لكم تعرفوا ازاي ان هو استوى.
هنحمره في طاسه، هنضيف معلقه سمنه، ممكن تحمري بزيت بس لو تحبي، وهنحط زيت كتير شويه عشان يبقى لونه احمر قوي. ممكن تدهنيه وتدخليه الفرن، بس انا بفضل كده. الحمام اهو ما شاء الله كبير ومفيش ولا واحده فرقعت، حتى اللي احنا خيطناها اهي يا جماعه، اللي كانت واخده الخياطه اهي. اهم حاجه ما تمليهوش رز قوي عشان ما يفرقعش منك، وتبقى بمعلقه خشب تطلعيه يعني كل ربع ساعه كده تبصي عليه، وما تعليش النار خالص. تمام، تضغطي كده هتعرفي، او ممكن تاخدي مثلا رز من هنا من جوه كده حته كده تعرفي الرز استوى او لا. والجناح اهو من هنا اهو، الجناح ده تحاولي تمسكيها تشوفيها كده الجناح طري ولا لا. لو ناشف قوي يبقى هو لسه عظمه ما استواش، يعني ممكن الرز يستوي والعظم ما يستويش. هو اخد له بتاع ساعه الا ربع على نار هاديه. اهم حاجه النار ما بتبقاش تغلي، يعني هي تاخد اول غلو وبعدين توطي لتحت وتبقى النار هاديه. وتدوقي الشوربه، لو محتاج ملح ضيفي ملح. قالوا الشوربه انا ضفت ملح لانها كانت محتاجه ملح. بسم الله. ورجعت قلبتهم وقفتهم على الجنب التاني عشان الجناب كلها تحمر اهو. وخلاص خلص معانا كده. خلاص هشيلهم على ورق مطبخ. بسم الله. تمام. طبعا تحطي له شويه خضار، معلش يا نهار ابيض الخضار جفف. اصل احنا صايمين كل سنه طيبين، احنا داخلين على رمضان واحنا في اول شعبان. فبعد ما صورته وخلصت حطيته في الفرن عشان يفضل سخن على ما نفطر. الاذان بيدن اهو، الاذان يصدم لله. فالبتاع الخضار نشف. بسم الله. ادوق. والله طعمه روعه روعه، وريحته كانت يعني فوق الروعه. انا بحب اكل دايما الحمامه اجيبها من فوق كده وبعدين انزل باقي حته حته كده. تمام. تعالوا نشوف مع بعض ثواني الرز اللي احنا عملناه اهو، مفلفل وجميل. وباكله بقى، باخده على الشوربه وبعدين وندي حمام جنبه. ما نشوف بصوا حبايبي من جوه الرز عامل ازاي، مستوي ازاي، واللحم كمان الصدر اهو. شايفين اللحم؟ بسم الله. لحمها مستوي ومفلفل وتحفه يعني. والشوربه هي صفتها وزي الفل، حتى الشوربه اللي باقيه ما فيهاش رز، يعني قليل قوي الرز اللي وقع فيها من غير ما لا من غير ما نخيط الحمام ومن غير ما تحطي له خله. لو عايزه تقفليه بخله اوكي، خله خشب، لكن انا من غير حاجه الحمد لله. هو اول ما الميه تغلي تنزليه يقوم قافش، تلاقي الجلد يقفش، فبيقفل عليه فما بيطلعش حاجه. بتمنى الحمام يكون عجبكم النهارده. مستنيه تعليقاتكم واعجاباتكم على الوصفه ان شاء الله. وما تنسوش تتفرجوا على الحمام في موقع كوك باد، هتلاقوا الطريقه في صندوق الوصف وفي التعليق المثبت. كانت معكم ساسي من مطبخ ساسي مصر. باي باي.